في علاقات بتبدأ بحب قوي جدا، اهتمام، كلام كتير، شغف، وفجأة كل ده بيختفي. فجأة تلاقيه بقى بارد، بيرد بالعافية، وانتي قاعدة تسألي نفسك أنا عملت ايه غلط؟ بس الحقيقة في حاجات بسيطة جدا ممكن تكوني بتعمليها من غير ما تاخدي بالك، هي اللي بتخليه يزهق، مش منك، من الطريقة. أول حاجة خلينا نفهم ايه هي طبيعة الزهق. الزهق مش معناه انه خلاص مش بيحبك، غالبا معناه ان العلاقة فقدت الإحساس اللي كان فيها من الأول. أي إنسان بيحب الإحساس بالجديد، بالتحدي، بالراحة. لو واحدة من دول اختفت، المشاعر بتبدأ تضعف. أولا، الروتين القاتل، كل يوم نفس السيناريو. صباح الخير، عملت ايه؟ ناوي تعمل ايه النهاردة؟ مفيش حاجة مختلفة، مفيش طاقة جديدة. مثلا في الأول كنتوا بتضحكوا على أي حاجة، تتكلموا في أي حاجة، دلوقتي الكلام بقى واجب. انتي مش محتاجة تغيري حياتك كلها، بس لمسة تجديد بسيطة في كلامك، أسلوبك، في يومك بتفرق جدا. تاني حاجة إنك تبقي متاحة دايما، أول ما يبعت تردي فورا، أول ما يطلبك تكوني موجودة، كل وقتك متاح ليه. في الأول ده بيبسطه، بس بعد كده ده بيخليه ياخدك كأمر مسلم بيه. الحقيقة اللي سهل جدا بيبقى سهل يتساب. خلي عندك حياة، مش كل حياتك هو. تالت حاجة، فقدان نفسك في العلاقة. في بنات أول ما تدخل علاقة تنسى صحابها وشغلها، اهتماماتها، حتى نفسها، وتتحول لشخص كل تركيزه عليه هو. المشكلة هو حبك علشان كنت شخص مميز، مش نسخة عايشة علشانه هو بس. خلي دايما عندك علامة الخاص. رابع حاجة، الدراما والاستنزاف العاطفي. كل حاجة مشكلة، كل كلمة تتحلل، كل موقف يتحول لخناقة. في الأول هيحاول يحتويكي، مع الوقت هيتعب وهيهرب. مش كل حاجة تستاهل رد فعل. خامس حاجة، الإهمال في التقدير. لما يبذل مجهود وتتعاملي معاه كأنه عادي، هيبدأ يقلل المجهود ده. الراجل زي أي إنسان محتاج يحس إنه مقدر، كلمة بسيطة ممكن تغير كتير. سادس حاجة، الخنقة والسيطرة. انت فين؟ مع مين؟ بتكلم مين؟ أسئلة كتير يعني ضغط. العلاقة الصحية فيها مساحة، مش تحقيق. الثقة أهم من المراقبة. سابع حاجة، إنك تبقي متوقعة جدا. هو عارف هتردي إزاي، هتزعلي إمتى، هتسامحيه إمتى. مفيش عنصر مفاجأة، مفيش إثارة. خلي عندك جانب غير متوقع شوية. تامن حاجة، البداية الغلط. لو العلاقة بدأت بتصنع أو محاولة تبين بصورة مش حقيقية، مع الوقت الحقيقة بتظهر والإنجازات بيقل. خليكي على طبيعتك من البداية، بس خلي بالك، مش كل مرة الراجل يزهق يبقى العيب فيكي. في رجالة بطبعها بتمل بسرعة، وفي علاقات من البداية مش مناسبة. فاسألي نفسك، هو أنا فعلا بعمل كده ولا هو مش الشخص الصح؟ العلاقة الصح مش إنك تفضلي تحاولي طول الوقت وترضيه، ولا إنك تضغطي نفسك علشان تفضلي مثالية. العلاقة الصح إنك تبقي على طبيعتك، بس واعية وذكية ومتزنة. أكتر حاجة بتخلي أي حد يتمسك بيكي إنك تبقي شخص عنده حياة، مش محتاج حد علشان يحس بقيمته.